لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. والنهاردة معنا النجم الجميل، أشهر نجوم الفن والمسرح في الوطن العربي، الفنان محمد صبحي. يا سلام. طب وايه اللي في حياتنا ما يفورش الدم يا حورية؟ هاتيلي حاجة ما تفورش الدم. مواصلات ما تفورش الدم، الصرف الصحي ما يفورش الدم، المية، الكهرباء، السكن، العيش والعيشة واللي عايشينها ما يفوروش الدم يا حورية. نبذة سريعة مختصرة عن حياته الفنية. ولد الفنان محمد صبحي يوم 3/3 عام 1948. ولد في محافظة القاهرة. تزوج من نيفين رامز عام 1970 حتى عام 2016. لديه من الأبناء كريم محمد صبحي ومريم محمد صبحي. ومش مهم اللون. تخرج الفنان محمد صبحي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير امتياز عام 1970، وعمل كمعيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس استوديو الممثل كممثل ومخرج، واشترك مع رفيق عمره ودفعته الكاتب المسرحي لينين الرملي. اسمعوني. نعم نعم ايوه. لو انت بتسمعنا سكاتك يا ولد. وقدم العديد من الأعمال الفنية والمسرحية والتلفزيونية والسينمائية الناجحة التي ساهمت في علاج مشاكل كتير في المجتمع. ويعتبر الفنان محمد صبحي من أجمل نجوم المسرح العربي والفن في مصر والوطن العربي. لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهارده بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكره هيشتهي يغيره. وعجبه. من أشهر أعماله فيلم الشيطانة التي أحبتني، وفيلم العميل رقم 13، وفيلم أنكل زيزو حبيبي، وفيلم الكرنك، وفيلم هنا القاهرة، ومسلسل يوميات ونيس، ومسلسل فارس بلا جواد، ومسلسل رحلة المليون، ومسلسل سنبل بعد المليون، وفيلم الكرنك، والفيلم الكوميدي علي بيه مظهر عام 1985، وفيلم بطل من الصعيد، ومسرحية نجوم الزهر عام 2021، ومسرحية تخاريف، ومسرحية وجهة نظر. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن نجمنا الجميل محمد صبحي.